حسب موقع أنا الخبر. الكاش في المغرب والختام في هذا التاريخ. منع تدريج رمى الكاش في المغرب والختام في هذا التاريخ. التفاصيل: منذ أن بدأ مركز النقديات المغربي في عام 2019 بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني، أصبح واحد من كل 3 معاملات في المغرب يتم عبر هذا الوسيط، ما يعكس التحول الكبير نحو الرقمنة في القطاع المالي. وبحسب ما أفاد به رشيد صيحي مدير المركز، فإن غالبية المغاربة الذين جربوا دفع فواتيرهم إلكترونياً لم يعودوا إلى الأساليب التقليدية، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. وأشار صيحي إلى أن البنوك في الماضي لم تكن تقدم خدمات متكاملة عبر الشبابيك الإلكترونية الخاصة ببنوك أخرى، مما دفع العملاء إلى البحث عن حلول بديلة. ومع تطور البنية التحتية المالية وزيادة استخدام الهواتف الذكية، شهدت البلاد تطوراً كبيراً في استخدام الدفع الإلكتروني، حيث أشار بنك المغرب إلى أن هناك حوالي 20 شركة تقدم محافظ رقمية في السوق المحلية، منها 12 تابعة لمؤسسات حكومية. ولتسريع التحول الرقمي، أطلق المغرب خطة المغرب الرقمي 2030 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، إدارة الضرائب والجمارك، إلى جانب بنك المغرب، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير خدمات دفع إلكترونية متكاملة. كما تسعى الوكالة المغربية لتنمية الرقمنة إلى توحيد المعاملات الإدارية عبر بوابة إلكترونية شاملة تضم كافة الخدمات الرقمية خلال نفس السنة، وبالتالي سيكون التقليص من الكاش تدريجياً. رابط المقال في الوصف، كما ندعوكم لترك آرائكم والاشتراك بالقناة